بقولك ايه يا شريف؟ انا كلمت بابي وقال لي انك لو جيت اتقدمت هيطلب منك 150 جرام دهب بس، عشان انا كده كده يا ابني متقدم لي واحد شغال في الكويت واحد تاني ضابط شرطة. 150 جرام 150 جرام ضحك 150 جرام ها 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 150 جرام اللي اجيبهم انت بتهبد انت. وقفت اللقمه في زور الله يخرب بيت ابوكي انت وابوكي. دي 150 جرام 150 في 4 600,000 ليه يا فتحي كلام؟ انت ابوك مفكر نفسه بيبيع رينج روفر سبورت اديشن؟ ابوك مفكر نفسه بيبيع كاس بورتاج؟ 600,000 جنيه ده انا مرتبط بيك عشان احنا الاتنين فودافون، عشان بنكلم بعض بعرض ضعف الباقه، عشان باخد كل يوم 100 فليكس ببلاش. ويا ست اتجوز، متقدم لك واحد مش شغال في الكوت، اتجوز دي فرصه لا تعوض، بس خليه يشوف العقد عمل، قولي له الاكس بتاعي عشمان في عقد عمل، فاهماني؟ انفع دليفري بقى بعرف اسوق مكن، فاهماني؟ وبعدين هو انت كل يوم متقدم لك ظابط ازاي؟ يعني اشمعنى الظباط اللي بتتقدم له كل، وانت ابوك مطلوبه منين؟ انت ابوك ارهابي، ابوك ارهابي يا تاجر مخدرات، طالما كل يوم ظابط ووزاره الداخليه بتجري وراكوا يبقى في عيب في العيله، وانا ما يشرفنيش ان انا اسيب عيله مطلوبه امنيا، احنا مش ينفع نكمل مع بعض.